السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مع الجو الحر ده انتشار كتير قوي للامراض الجلدية، انتشار كتير قوي لفيروسات كتير جدا الفترة دي. شوية نصايح بس على السريع كده. أول حاجة يا جماعة شرب المية شرب المية شرب المية. عصاير بانتظام، عصاير باردة، مش لازم تكون متلجة بس باردة. كمان سوائل باستمرار التهوية، بلاش خروج في الشمس خالص بالنسبة للأطفال. طيب لو الطفل رضيع، لو بعد 4 شهور وبدأنا الأكل بنشرب مية. قد ايه تقريبا؟ المفروض ان الطفل قبل سنه بيشرب حوالي ازازه صغيره اللي هي بنسميها 600 مللي او نص لتر. طب لو بعد سنه بيشرب حوالي لتر ونص، يعني ازازه الايه؟ الميه المعدنيه الكبيره. طب بانتظام يعني ايه؟ يعني معدل كل ساعه كل ساعتين بنشربه شويه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه التهويه، تهويه المكان. مروحه نشغل، تكييف نشغل على 25 26. شبابيك لو في امكانيه افتح. الشمس عاليه نحط اي قماشه او اي فوطه فيها ميه، دي ممكن ترطب الجو شويه. طيب الطفل يستحمى؟ يستحمى كتير جدا، يستحمى مره واثنين وثلاثه. الرضيع يستحمى عادي جدا، الرضيع قبل اسبوع يستحمى عادي مع الجو ده. تاني حاجه نراقب البول بتاع الرضيع، نراقب البامبرز باستمرار. لو البامبرز قلل ميه فيه البول يبقى ده معناه ان احنا محتاجين نزود رضاعه، محتاجين نشرب ميه، محتاجين نرطب اكتر ونهوي اكتر علشان الطفل ما يعرقش كتير ويدخل معانا في جفاف او يدخل حتى في سخونيه جفاف. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان ممكن عندنا حاجه اسمها سخونيه الجفاف، اللي هي بتلاقي بقع برتقاني في البامبرز بتاعت الرضيع ومعاها سخونيه. طبعا ده دخل بالفعل في جفاف، محتاجين له سوائل واستشاره الطبيب طبعا. طيب ايه الامراض المنتشره دلوقتي؟ انا عندي فيروسات كتير جدا منتشره. عندي هيربس، عندي كوكزاكي اللي هو متلازمه الايد والقدمين، عندي روزيولا اللي هي شبيهه الحصبه. الحاجات دي كلها بتسخن جدا الفتره دي. يبقى اذا طفلك سخن يبقى لازم على طول خفض حراره، كمادات، استحمام، ونذهب للطبيب. بلاش مضاد حيوي من نفسك، لان حاجات كتير من دول طبعا مش محتاجه مضاد حيوي اصلا. تمام؟ بالعكس ده محتاجه مضاد فيروسات وعلاج للاعراض على حسب ما يرى الطبيب ان شاء الله. يبقى بلاش مضاد حيوي من نفسنا، بلاش ادويه كتير من نفسنا. طيب بالنسبه للمنتشر اكتر الفتره دي اللي هو حمو النيل. طب حمو النيل هعمل له ايه؟ ترطيب، تهويه، استحمام. مع الكلام ده ممكن ملطف للجلد زي الهايدرم، زي الديفوزين، زي الهاي بانتين، كلها لوشنز كويسه جدا. كلاميل كمان بتاع زمان بس هو اهدى شويه برده بيفيد جدا معانا. تمام؟ ممكن سينسوديرم لوشن، كل دي لوشنات مسموحه حتى للرضيع. النقطه الثانيه لو الطفل بعد 3 شهور انا ممكن استخدم له مضاد هيستامين على حسب سن الطفل ووزنه، زي ما وضحت في بوستات كتير قبل كده. يعني الطفل الصغير انا ممكن اديله نقط زي الفينستيل على حسب الوزن بتاعه، ماشي، نقطه لكل كيلو. طب تاني حاجه ممكن ادي مضادات هيستامين ثانيه زي الالرجوليب مره في اليوم، او الليفوستام، زي التيليفاست والالبالرج مرتين في اليوم، زي الزيرتك. كل ده يا جماعه على حسب وزن الطفل وسنه، لازم استشاره الطبيب. طب حصل حبوب مع حمو النيل، هبتدي ادخل كريم مضاد حيوي زي الفيوسيدين، ماشي، 3 مرات او 4 مرات في اليوم. طب حصل دمامل بقى في الراس وكلام من ده، لا ده احنا هنحتاج مضادات حيويه شرب، يبقى لازم التوجه للطبيب فورا. وربنا يحفظ اولادنا.